السلام عليكم. معلومة على السريع كده بالنسبة للإعفاء الطبي، بس قبل ما أقولها لك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان إن شاء الله يوصلك كل جديد. طيب اشترك في القناة لأن أنت هتستفاد جدا. معلومات اللي أنا بقولها لك يعني مش ما بحبش أقول كلمة موثوق فيها، بس بحب أقول لك إن شاء الله هتستفاد منها جامد جدا، وإن شاء الله اللي أنا هقول لك هو اللي هيطلع صح. طيب إيه المعلومة اللي أنا طالع أقولها لك؟ أنا يعني مش عايزك تشغل دماغك على الدكتور. يعني إيه مش عايزك تشغل دماغك على الدكتور؟ يعني انت اوقات بيكون مرضك هيجيب لك اعفاء، ولكن انت بتشغل دماغك وتروح عارض على الدكتور وتكبر الموضوع بالنسبه له. فايه؟ وتكبر الموضوع بالنسبه للدكتور، فالدكتور ما يديكش اعفاء، يفهم انك بتمثل. طب ازاي؟ انا مش فاهم. سيادتك دلوقتي بتبقى داخل عندك مرض معين، ايا ما كان نوع المرض. عندي مش عارف ايه، عندي تعويره في المكان الفلاني، عندي مش عارف ايه، عندي فتحه في الايد الفلانيه، عندي كسر، عندي خلع، عندي مش عارف ايه مضاعف، المهم اي حاجه من الحاجات دي. انت بتعمل ايه؟ انت بتخش عند الدكتور. فسيادتك اول ما بتخش عند الدكتور، يا دكتور بتعمل له فيها ميت. الدكتور لو عملت له فيها ميت وهو فاهم اعراض المرض بتاعك، وهو كده كده بيبقى فاهم اعراض المرض بتاعك، بيظن انك انت بتمثل. فللوهله كده ما بيحولكش لا تعمل اشعه ولا تعمل اي حاجه، ويروح مسوحك. طب انا اعمل ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي انت سيادتك اعرض عليه حالتك زي ما هي. ازاي؟ انت دلوقتي بتخش له تقول له والله يا دكتور انا عندي المرض الفلاني، عندي الحاله الفلانيه، تعبان التعب الفلاني، ظروفي الظروف الفلانيه، تعبان التعب الفلاني، دراعي والله فيه. اوصف حالتك زي ما هي. يعني مثلا انت متعور تعويره معينه، فالتعويره دي مأثره على الاعصاب بتاعتك. اعرض عليه المرض بتاعك زي ما هو. يا دكتور بعد اذنك انا والله بعرض عليك المرض بتاعي، انا ظروفي كذا وكذا، والتعويره دي بتاثر عليا، بتاثر على اعصابي. هتقعد تجود وتقعد تشرح له والله انا لما بقدرش امسك اي حاجه، والله ده انا مش عارف ايه، والله ده انا مش عارف ايه. هيعتبر انك بتمثل ويلبسك. فالنصيحه اللي هتاخدها من الفيديو ده، عشان دي حاجه انت طبعا بتستهتر بالكلام، كل تفصيله صغيره بقول لك عليها على اساس ناس خدت اعفاء وعلى اساس ناس دخلت. فخد بالك كويس جدا. ففكره ان انت تاخد بالك من دلوقتي، انا وانا اعرض عليه مشكلتي بدقه شديده جدا، واعرض عليه حالتي زي ما هي. ولو عندي تعب بيظهر لي في مكان فلاني، التعب ده انا حاسس انه عيب، اعرض مشكلتك، ما تخافش، مفيش حاجه عيب. انت بتبقى حاسس ان انا ما ينفعش اعرض الحته دي، لا اعرض الحته دي وما تخافش. اعرض وما تخافش، اعرض وما تتاثرش، اعرض ومش هيحصل لك حاجه، اعرض ومفيش حد ليه عليك حاجه. فما تنساش اعرض حالتك زي ما هي. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك وتاخد اعفاء. اعرض حالتك زي ما هي بالظبط، لا تزود ولا تقلل. ما تخافش من فكره من عرض مشكلتك، لان انت ممكن تخاف من انك تعرض مشكلتك بطريقه معينه، فتبص تلاقي نفسك دخلت الجيش عشان انت بتتكسف. اصل انا بتكسف اعرض مشكلتي، اصل انا تعبان في الحته الفلانيه، والحته الفلانيه دي بالنسبه لي عيب. لو اتكسفت هتدخل الجيش. انا ما اعتقدش ان في حاجه اصعب من دخولك الجيش. فاعرض مشكلتك زي ما هي، لان انت الكسوف مش هيجيب لك حاجه، هيقدرك سنه ونص، سنتين، على حسب ظروفك. فاعرض حالتك زي ما هي وما تخافش، ان شاء الله ربنا يكرمك. ولو ليك نصيب في الاعفاء وحالتك تستحق الاعفاء، ان شاء الله تاخد اعفاء. شكرا، سلام عليكم.